السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مكملين سيشن 6. اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت على مستخلص العميل، سواء عقد لمسم أو عقد ميجر، وعرفنا إزاي بنضيف بنشتغل عليه إزاي، والتمبلت بتاعته بنظبطها إزاي. واتكلمنا عن الفاليو انجينيرنج وعن البروفيشنال سم، وعرفنا بعض التريكس اللي موجوده خاصه في عقد اللمسه. خلينا نكمل النهارده جزئيه مهمه في مستخلص العميل، الا وهي الفاريشن اوردرز. اوامر التغيير من الحاجات المهمه جدا، واللي انا بشوف ان هي بتفرق مهندس عن مهندس تاني. بمعنى ان مهندس بيبقى مركز ان اي تغيير حصل حتى ولو كان بسيط بيبدأ يكلم عليه، بيبدأ يطلبه ويفايت عليه، عكس ان في يعني الجانب التاني لا، ممكن يقول لك لا ده حاجه بسيطه، مش بنفايت فيها، ده فاريشن مش هيعمل فلوس كتير. من وجهه نظري ده ودي في الاول وفي الاخر هي وجهه نظري انا، ان دوري ككوميرشال ان اي فاريشن يحصل، وهنا بتكلم سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، اي فاريشن يحصل انا بفايت عليه. تمام، نقطة ان هو بكتير او بقليل دي مش انا اللي ببت فيها، انا بفايت، لان احيانا كتير بناخد نقطة الفاريشنز دي ككروت، بنتفاوض بيها على حاجات تانية. يعني احيانا فاريشنز اما بتكون معاك فاريشن ككروت، انت بتقدر تساعد مدير المشروع او حتى التوب مانجمنت انه يتفاوض على حاجات تانية، في حين ان يتم تسوية الفاريشنز دي. فعشان كده رأيي ان اي فاريشن مهما كان بسيط انت بتطلبه بتفايت عليه. خلينا نعرف في الاول يعني ايه فاريشن اوردرز، وايه اشكالها وانواعها وما الى ذلك. بسم الله. الفاريشن اوردرز يعني ايه؟ هو اي تعديل في الاعمال بيتم اصداره او بيتم اسناده للمقاول. يعني اي شغل بيتم اسناده للمقاول عن طريق اما تعليمات الاستشاري او المقترح من المقاول. يعني المقاول بيبقى فيه نطاق عمل اصلي، خلينا نقول كده نطاق العمل التعاقدي. تمام، لو في اي تعديل حصل على نطاق العمل ده سواء بالزياده او بالتعديل، تمام، بيحصل ساعتها بنقدم او بنقصان طبعا، ساعتها بنقدم فاريشن اوردر. فاريشن اما بيبقى تعليمات من الاستشاري او بايه مقترح بيتقدم من المقاول، وطبعا لازم الكلام ده يبقى قبل التي او سي. طيب، اوامر التغيير ممكن تبقى عندي زي ما قلنا سكوب جديد او كميات زياده، وهنشوف يعني ايه كميات زياده خاصه في نقطه عقد الميجر هنوضحها. يعني سبيسيفيكيشن، تعديل في السبيسيفيكيشن بتاعه البند. فمثلا هنقول بند تركيب حوائط رخام، مثلا بدال مركبه بكانات، لا هركبه ميكانيكي مثلا او نص ميكانيكي وات ايفر. فهنا المواصفه بتاعت البند بتختلف وتكلفه البند بتختلف. مثلا الديزاين طبعا، او ميثود اوف ستيتمنت، يعني نفس ممكن يمشي عليها فعلا طريقه التنفيذ بتاعه الرخام. المواصفات ممكن اي خامات ينفع تتعدل، مثلا
سيراميك معين انا طلبه بكواليتي معينه، او رخام معين انا قمت لا مش عايز مثلا رخام سي مثلا زعفرانه، فلا عايزه تركش بيج، فبغير المواصفه، وبالتالي ايه بيحصل تغيير، ومن هنا بيحصل فاريشن. طيب انواع اوامر التخدير زي ما قلنا، هو لا اما اضافه، لا اما بيضيف لك نطاق عمل جديد كميات جديده، او بيحصل تعديل في المواصفات بتاعه الخامات، او في الديزاين او في التصميم بشكل عام، معماري انشائي وات ايفر، تمام. او بيحصل اوميشن، حذف من بنود المقاول. وبنيجي عند نقطه الحذف، نقطة حذف البنود هنا بيبقى عليها ديبيت كبير. طيب أنا لما يتحذف لي بنودي هندسة، آه، هل كده الاستشاري له كامل الحرية إنه يحذف لي بنود؟ ما هو كده بيقلل من عقدي، تمام. الفيدك اتكلم على النقطة دي وحدد إن عشان ما تبقاش زي ما بنقول ايه سلطة مطلقة في ايد الاستشاري، آه، الاستشاري يحذف اي بند طالما انه مش هيسنده لمقاول اخر، تمام. طالما ان البند ده اصلا مش هيتنفذ، فهو المالك مش هيحاسب على حاجه مش هتتنفذ في الاساس. لكن لو خد استقطع بنود من العقد وتم اسنادها لمقاول تاني، ساعتها انت من حقك تعمل كليم على حاجه زي كده. ده بيعتبر خرق للعقد. عشان كده النقطة دي مهمة جدا، إن لا يجوز أن يشمل أمر التغيير أي أمر تغيير الحذف، نقطة الحذف بالذات، إنه يتم إسناده لمقاول تاني، تمام. في الحالة دي، إما أنت كمقاول خلينا نقول إيه بتعمل لا ميتنج مع الاستشاري ومع المالك، وإن لا ده ما ينفعش، وساعتها بيحصل تراجع مثلا وبيتم استكمال العقد، وإن أنت إيه خلاص ان ده مش هيحصل، تمام. او بيلغي يعني الفاريشن، تمام، بان بند الحذف الاوميشن ده ما بيحصلش، تمام. او ان انت خلاص الموضوع ده حصل، ان هتقبل بحذف البنود وانها يتم اسنادها لمقاول تاني، بس على شرط انك ساعتها هتقدم كليم بالتعويض عن خساره الارباح. لان انا كنت حاطط مثلا سي ارباح على كده، فانا نسبه ارباح معينه على البند ده او على البنود دي، دلوقتي مقاول تاني هينفذها، خلاص اديني الارباح اللي انا كان ممكن اللي فاتتني من تنفيذ البند ده. ولو انا صرفت اي مصروفات سواء بقى اداريه، مصروفات غير مباشره، اي حاجه صرفتها على البنود دي، لا هيبقى من حقي ان انا اكلم عليها. فالنقطه دي نقطه مهمه جدا، هاكد عليها تاني، ان الاستشاري من حقه يعمل حذف للبنود طالما ان البنود دي مش هينفذها مقاول تاني. لو نفذها مقاول تاني، انت من حقك تكليم على البنود دي بتعويض ما فاتك من كسب، ولو اي مصاريف اوفر هيد صرفتها عليها، مصاريف بشكل عام، ان انت تطالب بيها. ده حقك في النقطه دي الخاصه بالاوميشن. طيب نيجي، انا دلوقتي عايز اقدم فاريشن، او جالي فاريشن. الفاريشن بيبقى ازاي كسايكل اعتماد؟ اللي بيحصل زي ما قلنا في الاول، ان الفاريشنز ليها حاجه من الاثنين، لا اما بتبقى تعليمات استشاري، ودي بتبقى عباره عن ايه؟ ار اف ايز، تعارض مثلا نتج عن التعارض ده ان هيحصل تعديل، تمام. خلاص التعديل ده بيبقى مستند بالنسبه لي ابني عليه فاريشن. اي ار، الاستشاري وهو بيستلم طلب حاجات زياده، تمام، مش موجوده في اللوحات او مش موجوده في التعاقد بشكل عام، ببعت بيها ان ده فاريشن. جالي خطاب مثلا في لوحات، انا جالي اي اف سي اشتغلت عليها، قدمت شوب دروينج، تمام. بعد ما قدمت واعتمدت الشوب دروينج دي،
جالي اي اف سي تي في لتر تاني، اي اف سي تاني. طيب لا ده فاريشن. ليه فاريشن؟ خاصة لو ليه فاريشن؟ لان انت كده عدت الشوب درونج ده تاني. فدي بتكلفه ايه ده؟ حتى الشوب درونج هنعمل فاريشن عليه؟ حقك. تكلفه اللوحات دي مكلفاك ساعات شغل، ومكلفاك وقت. وكمان انا بشوف ان طلبك في حاجه زي دي، مثلا لو فعلا انا كنت مثلا الكيس دي بالذات حصلت معايا، ان مثلا كنت مع مالك، والمالك كان بيعدل كتير. يعني ناخد اي اف سي نشتغل عليها شوب درونج، بعد ما نشتغل شوب درونج بيكون التنفيذ متاخر شويه، بس فبعتمد الشوب درونج، بعد ما بعتمدها بيبعت لي اي اف سي ثانيه. بنمشي بنفس السايكل، نقدم شوب درونج تاني ده شهر ولا حاجه، فيبعت لي اي اف سي ثالثه. فطيب خلاص انا مش عندي مشكله، بس حاسبني بقى على الايه، على الشغل اللي انا بعمله ده. وبيجي الاستشاري يقول لك يعني انتوا مثلا شركه كبيره وما الى ذلك، حت هي مثلا ال 100,000 ولا ال 200,000 هم دول لان انت مثلا بتتكلم في 60 70 لوحه. ومثلا لو اللوحه مثلا كانت عامله ساعتها 3000 جنيه تقريبا، انت بتبقى حاطط عليها اوفر هيد وبروفيت وما الى ذلك. هم دول مثلا المكسب. انا مش النقطه في الفلوس، النقطه ان انا بقول لك ان اي تعديل حتى لو في اللوحات تكير ان انا هطالبك بيه، تكير ان انا هطالبك بتكلفته. فهيبقى على الاقل الموضوع ده بيدي الارم ان بايه، خلينا بايه، بتكلفه التغيير. ما بيبقاش مستهون المالك ان بان هو يغير هو براحته طبعا، بس يبقى عارف ان في تكلفه هتنتج عن التغيير ده. عكس لو انت ما جيتش طلبت حقك، فهيبقى الموضوع عادي، يعني كده كده الموضوع في ايدنا. فلا. ف ده كان على نقطة الليترز. أوقات بيتبعت جوابات فيها تعديلات أو ما إلى ذلك. أقربها يعني كان نقطة الليترز اللي بتتبعت بالباكجات بتاعت الرسومات. السي في اي ده دايما بيجي بعد الزيارات. بعد أي زيارة، الزيارات الكبيرة بيحصل فيها قرارات. اللي هو غير لي لا لون الوجه ده، او غير لي الرخام بتاع المداخل ده، بدل النوع ده خليه نوع تاني. غير لي مش عارف، زود لي حاجه هنا، زود لي حاجه هنا. فبعديها بعد ما القرارات اللي بتبقى في الزياره في غالبا يعني، او قرارات فيربال بتتقال، تمام. فببعت سي في اي كونفirmation اوف فيربال انستراكشن، ان انا بوثق الكلام الفيربال او الانستراكشنز الفيربال دي بوثقها رسمي، وبيتوافق عليها. يعني انا ببعت السي في اي الاول، يتوافق عليها خلاص، هيقروا بالتعديل ده. فببعت ببني عليه الفاريشن. واي حاجه تانية، اي حاجه مثلا سي تقرير تربه، مبعوت لك تقرير تربه وانت بتحفر، لقيت ان تقرير تربه ده مثلا ان بيقول لك ان هي التربه رمليه، وانت بتحفر لقيت صخر. فانا ببني ان لا، انا اللي تقرير التربه مبعوت رمل، وانا لقيت صخر، وده اجهاد صخر، ومثلا باخد عينات وبكسرها وبثبت ان ده اجهاد الصخر. فان انا كده عندي عايز فاريشن عشان انا ايه، عندي صخر او حصل ايه، عندي امر تغيير. فاي بشكل اوضح، اي مستندات جايه من عند الاستشاري تبدا تبني عليها الفاريشن بتاعك. المقترح اللي بيبقى من عند المقاول ار اف بي. سي مثلا انت بتقترح ان مثلا بدل ما نعمل هاندريل على الاسطح، هنعمل دروه خرسانه مثلا ومباني، تمام، وان دي افضل يعني. فبتقدم المقترح ده، والمقترح ده بيبقى طبعا ساعتها بيبقى مالي وبيبقى فني، ان الدنيا تمام. وبتشوف عشان يبقى عارف الاستشاري والمالك يعرفوا ياخدوا قرار ان هنوافق عليه ولا لا. فلازم، وهو ده الاختلاف ما بين التعليمات بتاعت الاستشاري والارف ومقترحات المقاول. تعليمات الاستشاري بيبقى تعليمات، وبعد كده بنشوف، او بيبقى انستراكشن وبعد كده بنشوف التكلفه بتاعتها. اما مقترح المقاول الار اف بي، بيبقى المقاول وهو بيقدم المقترح بيقدمه بكل تفاصيله.
تمام، سواء مالي او فني. تمام. نيجي للجزء الثاني في الفاريشن، الجزء الخاص بالكوست، تكلفه الفاريشن دي. تمام، لازم اقدم بعد خلاص نقطه الجزء الفني والجزء المالي حسب السايكل اللي موجوده في المشروع عندك، يا اما بيتقدموا مع بعض او بيتقدم مثلا الجزء الفني يتوافق عليه ثم بتقدم بعديه التكلفه الكوست امباكت بتاعتك يعني. تمام. الجزء المالي بيبقى فيه حصر الكميات للفاريشن ده. تمام. لو في تحليل سعر، وتحليل السعر بنرفق بيه عروض اسعار معتمده. يعني ايه؟ يعني مثلا غيرت رخام، او غيرت خلينا ماشي، غيرت رخام برخام تاني. تمام، فهجيب المقاول او هكلم البريكيورمنت واقول لهم عايز عرض سعر من مقاول بنوع الرخام الجديد ده، هياخده بكام؟ توريد وتركيب. هيقول لي اكس، خلاص باخد العرض السعري ده وبقدمه كايفيدنس معايا في الفاريشن. لازم يبقى عارف كل حاجه في الفاريشن، تبقى عارف هي يعني تبقى انت قايل للشاري هي الريفرنس بتاعك ايه، والريفرنس ده يكون حاجه يعني ايه ايفيدنس هتبني عليه يعني فيما بعد. يعني ما يبقاش مثلا ايه انت جايب له عرض سعر مش ممضي ولا أو من مقاول ولا ورقه بيضه وبتقول له لا، هيجي يقول لك انا عندي مقاولين تانيين بتاخد بسعر اقل من كده، انا عندي مش عارف ايه في ناس جايبه بحاجات اقل من كده. فعشان كده دايما يفضل ان انت بتقدم دنيتك بعروض اسعار تكون موثقه يعني. مده تنفيذ اضافيه اذا تطلب الامر. لو انت هتبقى الجزء الفاريشن ده هيحتاج او هيأثر على مده المشروع، ساعتها انا بطلب ان ايه اكستنشن اوف تايم، وبنوه ليها، وبعد كده بنرتبها مع البلاننج يعني. بس دي السايكل بتاعت الفاريشن. بعد ما بعمل كده ببدا اقدم ده للاستشاري. الاستشاري بيبدا يراجع الفاريشن وبنتفاوض مع بعض فيه. يعني الفاريشن ممكن ياخد ريف واحد وريف اتنين ويفضل رايح جاي، ثم بعد كده بيتم الاعتماد بتاع الفاريشن، وبعد كده اخيرا بيعتمدوا الاستشاري والمالك. جميل جدا. في نقط مهمه في قصه الفاريشن. من المهم ان يحصل تنسيق ما بين قسم الكوميرشال وقسم التنفيذ في الفاريشنز، لان بيحصل ديبيت كبير قوي وكتير جدا في موضوع الفاريشن. بمعنى ايه؟ وخاصه مع التنفيذ يعني بيحصل ايه؟ بيحصل ان الاستشاري بينزل بيستلم فبيقول مثلا نازل يستلم مسارات صرف او تغذيه او ما الى ذلك، فيقول لا بعد ما انت ركبت طبقا للوحات وما الى يعني طبقا للشوب دروينج وكل حاجه حلو، لا غير لي المسار ده، هيبقى المسار ده افضل، ان ما بدل ما يبقى كده يبقى كده، فيغير لك المسار. خد قرار. تمام. فالتنفيذ عايز يخلص، طب خلاص غير لي المسار ده يا ابني من هنا لهنا طيب حلو، فين حق الشركه بقى؟ انا غيرت كده عن الشوب دروينج مثلا، فين حق الشركه؟ ما بيرجعوش للكوميرشال يقولوا له ان حصل فيها تغيير، فتيجي بعد كده تلاقي ان ايه مقاول الباطن بيقول لك يا هندسه انا غيرت طبقا لكلام الاستشاري. طب اجيب مهندس تنفيذي هندسه، هو الراجل ده غير؟ غير يا هندسه. طب انت ما قلتش ليه ان احنا يعني ما قلتش ليه ان حصل تغيير؟ والله يا هندسه هو احنا عشان نسلم الشغل ومش ايوه. طب نثبتها، نبعت CVI. يعني الراجل الاستشاري احيانا لما يشوف ان انت كمقاول بتطلب على كل حاجه، لا هيرجع حاجات في حاجات ممكن تعديلات مش مهمه هيتلافاها، بدل هيشوف انها هتكلف المالك. تمام. فبتلاقي ان مهندس التنفيذ لا والله هندسه يعني ايه، طيب الحاجه دي عايزين ناخد حقها، فتبقى انت بقى بتتحايل على المالك او على الاستشاري ان هو يثبتها لك.
طب يا هندسه معلش، وخاصه ايه، انت دايما بتتكلم، ما بكلمش اشخاص، انا بكلم ديبارتمنت، تمام، او بكلم يعني ايه اقسام. الاستشاري اما انت هتيجي تقول له، ممكن يكون الاستشاري اللي قال لك كده اصلا مشي، يقول لك يا هندسه انا ايه اللي ياكد لي ان انت مثلا غيرت مسار الصرف ده، انت تكون بقى شطبت حاجات زي دي حصلت. فاثبت. فعشان كده من المهم ان يتم التاكيد بسبورت كبير من مدير المشروع ان اي تعديلات يقولها الاستشاري، ابدا آه، ارجع بيها للكوميرشال، وابدا اخد معاها اثبتها كديكومنتيشن عشان ابدا اثبت حق الشركه بتاعتي. النقطه الثانيه، جيت، عشان دي انا بتكلم على كيسز بتحصل. الاستشاري جه سي مثلا، وكان بدأنا ننفذ رخام في المداخل، فجه قال لك ايه، لا وقف، بعد ما بدأنا نشتغل، تمام، لا وقف وقف، هنغير الرخام ده من سي زعفرانه زي ما لتركش بيج، ماشي. طيب انا جاي نفذت جزء، فيبدا اللي بيحصل ايه بقى، مهندسين يعني التنفيذ، خلينا نقول ايه، الا من رحم ربي يعني، يبدا يقوم مكسر ومغير ومش عارف ايه وشايل الرخام القديم وحاطط الرخام الجديد. طيب فاجي انا عايز اعمل فاريشن، فاقعد مع مهندس تنفيذي، هندسه احنا ركبنا، ركبنا، طب ركبنا قد ايه؟ تقريبا 30% من المدخل. ايه ده، هو احنا ما اثبتناهاش؟ لا والله يا هندسه احنا ما اثبتناهاش، بس انا معايا صور. ايوه، ما الصور دي، ما هو المدخل ده مثلا سي، انا لو عندي ثلاث اربع مباني نفس ايه اللي يثبت يعني، ايه اللي يثبت ان ده مش في يعني في المبنى ده؟ مفيش حاجه تثبت. ف ف فبندخل في ديبيت بقى مع الاستشاري، هندسه والله لا، ده احنا اسال حتى التنفيذ عندك اللي بيستلم، هتلاقيه كان تقريبا تقريبا مخلصين 30% من المدخل، فيجي يقول لك لا مش 30، هم 15. ما هنا بقى بدات ايه، بدل ما فيش حاجه تثبت خلاص، فبقى الموضوع هوائي. عشان كده انا الاستشاري جه وانا شغال، قال لي على ان هغير، تمام، اي تغيير اللي بيحصل من الاوبريشن تنفيذ، باخد الاستشاري، بنعمل اسبلت رفع للحاجات اللي اتعملت، تمام، بيمضي عليها، بترفق بالمستخلص، يبقى انا بترفق بالفاريشن، يبقى انا عندي اثبات رسمي ان ايه، الحاجه دي هتتكسر، او الحاجه دي وصلت لبروجرس قد كذا، تمام، وبعد كده هيحصل عليها تعديل. ليه؟ عشان انا في الفاريشن هقوم حاسب سي انا نفذت 30 40% من المدخل بسعر الرخام القديم، تمام، فده كده انا خدت حقه، ده كاول حاجه. تاني حاجه، عندي تكسير بنسميه اوبورتيف ورك، عمل تكسير ونقل التكسير وما الى ذلك، تمام، ثم سعر الرخام الجديد في المساحه بتاعه المدخل الجديد، تمام. فعشان كده كل ما كان التنسيق قوي جدا ما بين الاوبريشن وما بين الكوميرشال بشكل خلينا نقول ايه، دايما انت سابقين ومنسقين مع بعض، هتتلافوا حاجات كتير، وهيبقى دايما في حفظ لحقوق الشركه، تمام. لكن لو اللينك ده مش موجود والموضوع كل واحد، خلينا نقول زي ما بيقولوا جزر منعزله، الموضوع ده بيأثر جامد جدا، سواء احنا علينا ككوميرشال ان احنا نحاول نثبت حقوق الشركه، لان بيبقى الموضوع صعب، مش معانا الايفيدنس الكفايه اللي نثبت بيها حقوق الشركه، وساعتها انت بترضى من الاستشاري باي باي حاجه، لان هو بيقول لك ايه، اثبت. فساعتها الموضوع بيبقى صعب يعني. فدي من النقط اللي ايه حبيت انوه عنها واكد عليها. طيب لغايه كده تمام. تعالى عايزين نشوف الفيدك، دي نسخه الفيدك 99، اوامر التغيير فيها في سب كلوز 13
فخلينا بس مجرد ان احنا ايه هنشوف الفيديك بيقول ايه. ان يجوز للمهندس ان يطلب، المهندس هنا المقصود بها الاستشاري، ان يطلب تغييرات في اي وقت قبل اصدار شهاده تسليم تي او سي، اما بامر انستراكشن او بطلب من المقاول تقديم مقترح، تمام، على المقاول ان ينفذ ويكون ملتزما بكل تغيير ما لم يواجه المقاول على الفور اختارا الى المهندس على عدم امكانيه المقاول الحصول على بضائع. يعني لو جه مثلا المالك طلب حاجه او طلب توريدات، طلب تغيير نتج عنده مثلا توريدات من توريدات بمواصفات معينه، مش هقدر انا اوفرها. مش هقدر اوفرها ليه؟ نظرا ان ايه، الحاجه دي مش موجوده، او ان انا صعب استخدامها. الحاله دي ظهرت في ايام ما كان قصه الدولار، والدولار كان صعب والدنيا دي. فكانت الموضوع ده في حاجات مثلا توريدات كان صعب نجيبها، كان ما الى ذلك. حاجات لو من دول زي اوكرانيا او كده، انت لو بتجيب منها حاجات معينه تبريد او ما الى ذلك، ومش عارف بقى لانهم قافلين المواني وما الى ذلك، في ساعتها ان انت بيبقى ليك حق كمقاول ان انت توضح للاستشاري ان انا مش هقدر انفذ الفاريشن ده، تمام. وساعتها الاستشاري بقى لا اما بيلغي، لا اما بيغير التعليمات او بيغير الفاريشن يعني، او بيعزز، او بيقول لك لا تقدر تجيب من كذا او من كذا او من كذا، تمام. كل التغييرات يجب ان تشمل تغييرات في الكميات اي بند زي ما احنا قلنا، تغييرات في الجوده او الخصائص لاي بند، تغييرات في المناسيب، حذف اي عمل الا اذا كان حذف اي عمل الا اذا كان سيتم تنفيذه بواسطه اخرين. النقطه اللي قلنا عليها يعني هو من حقه يحذف اي عمل الا اذا كان سيتم تنفيذه بواسطه اخرين. اي اعمال او الات او مواد ضروريه للاعمال الدائمه وما الى ذلك، تغييرات في ترتيب وتوقيت تنفيذ الاعمال. نقطه، وعلى المقاول ان لا يجري اي تغيير او تعديل في الاعمال الدائمه ما لم وحتى يصدر المهندس تعليمات او يصدق عليها، خاصه في قصه المقترح. يعني انا بقدم كمقاول مقترح جميل للاستشاري، والاستشاري قال لي فيربال تمام مش عندي مشكله على الار اف بي، وهنقعد احنا نراجعه، وخد السايكل وبدات انا اشتغل، تمام. جه بعد كده لا، الملك قال لا والله انا عايز زي ما احنا ملتزمين. فانت كمقاول مش هتحاسب على الدنيا دي. ليه؟ لان انت دايما انا بتحاسب على اي حاجه معتمده، تمام، اي حاجه خلاص صدق عليها الاستشاري. فعشان كده بنشتغل بعد اما يجي لي الانستراكشن، مش قبل ما يجي لي الاستراكشن حتى لو فيربال، تمام. من النقط الايه المهمه، عشان ايه؟ هي بتوفر عليك ريسك كبير يعني. فدي برضه هبقى اسيب لكم البند عشان لو حد ايه يرجع له. طيب خلينا بقى نخش على الفاريشن في المستخلصات. نشوف كده 3 فاريشن، نشوف هنتعامل معاها ازاي. بسم الله. ده الشيت بتاع الفاريشن، كنا بدأنا نبنيه من السيشن اللي فات، تمام. اتكلمنا فيه عن كام حاجه، الفري ايشو ايتمز، الفاليو انجينيرنج قلنا ممكن نحطها هنا مع الفاريشن. انا بحب ان اعمل للفاريشن للشيت الفاريشن، ودي من الحاجات اللي اتعلمتها من مهندس احمد حسام الله يمسيه بالخير، انك تعمل سمري للفاريشن اللي واخده ابروفد والانتسيبيتد فاريشن، تمام. يعني ده خلاص اللي اتوافق على السعر بتاعه، يعني خدنا فيه ابروفد والدنيا فيه خلصانه ما بيني وما بين الاستشاري والمالك، خلاص اتفقنا على السعر بتاعه. والانتسيبيتد ده اللي احنا لسه بالنيجوشيشن فيه، لسه الايه الموضوع رايح جاي فيه، تمام. بنعمل تفاوض مع الاستشاري
ان احنا ناخد منه نسبه. دي حاجه مش تعاقديه، دي بتبقى حاجه فيربال، وطبعا بيسبورت فيها التوب مانجمنت ان احنا ناخد من الفاريشنز دي جزء تحت الحساب لو متوافق على الاقل للجانب الفني فيها، الجزء الفني. يعني هو خلاص اقر ان في تعديل، تمام، تسعير التعديل ده هو اللي احنا يعني ايه لسه بنختلف فيه، ما اتفقناش عليه، تمام. ساعتها بقى بيحصل ايه؟ ممكن اخد مثلا ايه 50% 60%. احنا بنتفق على نسبه ما بيننا وما بين الاستشاري ان ناخد من تحت الفاريشنز دي نسبه. ليه؟ لان انت لو مقدم فاريشنز سي مثلا كنا في وقت من الاوقات مقدمين فاريشنز بتوصل ل 15 مليون 20 مليون. طب فاريشن بالحجم ده جميل، عايز اخد جزء منه. يعني لو خدت منه جزء هيطلع لي بروجرس محترم، هيطلع لي فلوس محترمه في البيمنت. فالنقطه ان ناخده بزيرو دي بتبقى حاجه صعبه يعني. فان انت بتتفاوض على حاجه زي دي تاني، هي حاجه فيربال بتبقى بينك وبين الاستشاري، وبتدخل طبعا التوب مانجمنت عشان يسبورت معاك في حاجه زي كده. فانا بفضل دايما ان انت تقسمها، ده الاجريد او خلاص الابروفال، وده الانتسيبيتد التقديري. والتقديري ده زي ما انت كده في الاخر انا بجمع ده زائد سي 70% من الانتسيبيتد حسب الاتفاق، 70 60 50 حسب الاتفاق. وهنا بيتكتب دايما رقم الفاريشن، وبيتكتب الايه خلينا نقول ايه راس السبجكت بتاعته، تمام، اللي هي موجوده في نبدا بقى في التفاصيل، في تفاصيل الفاريشن. اللي هو يعني مثلا الفاريشن هنا ده كان فري ايشو ايتم فور سيراميك فلورينج، ماشي اهو، بكتب يا دوب بس، وبكتب الستاتس بتاعته ابروفد، وباخد ايه سابق وحالي واجمالي عادي، وبصفر ده عادي يعني نيجي بعد كده بناخد ده كده نحطه هنا، والدنيا والموضوع بيمشي عادي كأن ايه شغال ايه مستخلص عادي خالص، بيمشي بصفره وما الى ذلك يعني الموضوع يعني. بس فالدنيا ايه، حبيت ايه نوضح نقطه زي دي. طيب خلينا نبدا باول كل الجزء لغايه احنا تقريبا اشتغلنا خلينا نبدا فاريشن 4. فاريشن 4 ده الفي او ده كان، خلينا دايما هبقى مركز اكتر على العقد اللمسم، لان العقد اللمسم هو اللي الموضوع فيه بيبقى يعني فيه تريكس يعني نوعا ما. انا هنا دلوقتي عقد لمسم جميل، وعقد اللمسم زي ما احنا قلنا كميات مقفوله، ماشي تمام. جه حصل ايه؟ بعت لي ار اف اي مثلا او انستراكشن ار اف اي حصل فيه تعارض، فقال لك لا القاعده بتاعت اف 5 دي الدايمنشن بتاعها هتزيد، تمام. دي بقت مخالفه للاي اف سي اللي انا مسعر عليه، فبدل هتزيد خلاص وبار اف اي يبقى هبدا اعمل فاريشن، ماشي. الفاريشن ده ناتج عن تعديل ابعاد، عشان كده زي ما كنا بنقول انواع الفاريشنز انواع اوامر التغيير اللي هي موديفيكيشن او اديشنال او اوميشن. فحصل هنا تعديل زي ما قلنا، كبرت زياده دايمنشن لاف 5، قاعده رقم 5 كانت في بيلدينج ايه. طيب انا كده كده الريتس ثابته، مش الريتس هنا طبقا للبي كيو عادي هاخد نفس الريتس اللي عندي. طيب جميل جدا. الكوانتيتي هشوف بقى القاعده دي زادت قد ايه. انا كده كده متحاسب على القديم، يعني سي مثلا سي القاعده دي مثلا كانت 20 متر وبقت 29 متر، فانا ال 20 خلاص دول ضم، التسعه الزياده دول هم اللي هتحاسب عليهم، تمام. فدي الكميه الزياده، ماشي تمام. فخلاص دي حسبت الزياده اللي موجود في البي سي، وحسبت الزياده اللي هتبقى موجوده في الار سي طبعا مشامله الحديد. لو انا عندي عزل، كان عندي هنا في المشروع ده عزل فوق العاديه بوليسيلين، تمام. طبعا هيزيد بزياده القاعده، بزياده مساحه القاعده. نفس الكلام لو عندي بيتومين عزل بيتومين بعد بقى ما اصب المسلحه وما الى ذلك، فبرضو ده هيزيد.
فهو ده البنود اللي هتتغير معايا او الكميات اللي هتتغير معايا واللي اتاثرت بزياده ابعاد القاعده دي. خلاص حسبتها وضربتها في الريتس بتاعت البي كيو، وطلع تكلفه الايه البند اكس. هبدا اخد، طبعا ده ساعتها بيتقدم وبيعتمد وما الى ذلك، يعني احنا بس بنبص على الايه على الفاينل ده بعد ما اعتمد وخلص. انا هاخد الرقم ده اللي هو 245,000، هبدا احطه ايه، خلاص ده الفاريشن حطيته 245 اهو، حاطه هنا اهو. خلاص سعرت هتاخد قد ايه؟ هو خدت 90% مثلا حسب البروجرس طبعا بتاعها، انت بتربطها بالبروجرس تمام، تاخد 90%، فيبقى انا هاخد من 245 221، هو ده اللي هيتم ايه ادراجه بالمستخلص ده. طيب فده كان اول فاريشن معايا. ناخد فاريشن تاني، فاريشن اوميشن. جه المالك او المالك او جه انستراكشن من الاستشاري ان ايه، ان احنا هنعدل الهاندريل بتاع الروف، بدل ما نعمل هاندريل، لا احنا هنعمل ايه، هنعمل مباني مباني وبلاستر مباني وبلاستر وبينتنج وشمع وما الى ذلك. تمام ما فيش مشكله. ف في العقد اللمس هبدا اعمل ايه، خلاص اول حاجه هبدا اشيل، انا بعمل فاريشن اهو، الفاريشن ده بعمله عشان اقدمه. تمام اول حاجه خصمت كميه الايه السور اللي موجوده على الروف، ماشي 190 متر طول، تمام في الريت اللي موجود في البي كيو اهو، ماشي طلع لي 1,600,000، يبقى انا ايه هشيل 1,600,000 في عقد لمسه، عشان موضوع التعاقد ده بيفرق، هنقول في ايه يعني بعد كده. خلاص فانا عملت اوميشن لكده، هنعمل اديشن، هزود ايه، عندي كميات الكولمز الشمع 9 متر في الريت بتاعها من البي كيو، عندي مباني 25 سم ومباني 30 سم، حسبت كمياتها وحطيت الريتس بتاعتها من البي كيو، عندي بلاستر عندي بينتنج، حطيت الريتس بتاعتهم والكميات بتاعتهم. تمام والريتس دي كلها انا بدي هنا بس ايه هنت ان ده ايه بي كيو ريت، فساعتها مش هنقعد نتفاوض على الريتس يعني. المهم هي الموضوع كله هنا في كميات، استبدلت ده بده. طيب وفي الاخر طلع ان هيحصل اوميشن بماينس 132,000 جنيه. تمام جميل جدا. طيب ده في حاله ان العقد زي ما قلنا ايه لمسم. لو مش لمسم في الحاله دي، في مثال شبه ده، خلاص انا لو عندي بند هاندريل والعقد ريميجر هيبقى بزيرو، مش هعمل فاريشن ولا اي حاجه خالص. هو انا نفذت كميه، لا ما نفذتش كميه، خلاص بدل ما نفذتهاش يبقى هاخد زيرو صح. الكميه اللي عندي بقى في الكميه اللي زادت في البنود دي، ما البنود دي برضو عندي في البي كيو، فازاي هزودها. يعني الموضوع ساعتها مش هيبقى ايه، مش هيبقى بشيل واحط وما الى ذلك زي ما احنا بنعمل باللمسم. بدل انا عندي البند مفتوح والكميه فيه متاحه، خلاص هقوم مزود الكميات دي على البنود دي وبس. الموضوع ابسط شويه في الريميجر يعني. تمام فدي التفصيله اللي حبينا نتكلم فيها. ده بعد كده خلاص احنا قلنا الفاريشن ده بقى عامل ماينس 132 واعتمدته، خلاص هبدا ادرجه في المستخلص اهو. بدات هنا احط الاوميشن واحط الاديشن واحط التفاصيل بتاعتي والسعر بتاعي وهو ماينس 132. حابب ان انت ما تحطش التفصيله وبتعملها بنفس يبقى بس زي ما بنقول ايه السبجكت، وتحط يبقى ده برضه يبقى واحد وتحط الماينس 132,000 براحتك يعني. دي من الحاجات اللي ايه، في حاجات انا بحب احط التفاصيل بتاعتها عشان ابقى بربطها بالبروجرس وتبقى الدنيا واضحه.
تمام، وتبقى الدنيا فيها تفاصيل حتى للي بيراجع من بعدي مع الاستشاري. تمام. وفي حاجات بايه بتبقى حسب ايه، خلاص انت اتفقت انت والاستشاري هتحط السطر ده بس عشان بدل ما ايه لو عندي حتى فاريشنز كتير، ولو احنا لو عايزين نرجع للفاريشن ما هو التفاصيل بتاعته ايه موجوده قبل كده يعني. فاز يو لايك. تمام، الموضوع ده براحتك يعني. ماشي، لغايه كده الموضوع بسيط ان شاء الله يعني يكون بسيط. اخر حاجه نيجي بقى على فاريشن اديشن. مش اديشن، هو تعديل برضو يعني تعديل، بس هنا انا ما خدتش يعني. الفاريشن ده الموضوع ان كان الاستشاري اتكلمنا ضربنا المثال ده قبل كده، خلينا بقى نشوف هنظبطه ازاي. الاستشاري قال لي لا يا هندسه بص انا غير لي الرخام الزعفرانه، غيره لي بتركش بيش، ما فيش مشكله. تمام، خلاص. فانا الريت بتاع الزعفرانه موجود عندي في البي كيو 15200. تمام، جميل. طيب التركش بيج السعر بتاعه مش عندي، فانا هعمل ايه؟ هسعره. جميل. فاهو التسعير بتاع التركيش بيج عندي ام ماربل سب كونتراكتور. عندي مقاول هياخد ايه توريد وتركيب. السعر بتاع المقاول ب 14800، وبرفق وانا بعمل الفاريشن برفق الايه عرض السعر ده. جميل. تمام. عندي لان هو ده اهم يعني ده مثلا في الكيس بتاعتنا هو اهم جزء. ده هو ده البند اصلا. يعني انت لو باصص هنا 14800 وباقي الحاجات عامله 70 جنيه، يعني ده هنا 14800 والباقي ده كله 70 جنيه، فده المين يعني. تمام. ف بيبقى مرفق باوفر برايس. طبعا الاسمنت ببدا انا هبقى طبعا داخل معاك اسمنت، داخل معاك رمل ميه اسمنت ابيض، التشوين، وكل ده بحط هنا معدلات الاستهلاك بتاعتي والويستج، وبحمل كل ده على البند. تمام. فبيطلع لي سعر البند اهو هنا 14870، زودت عليه الاوفر هيد والبروفيت طبقا للتعاقد زي ما احنا قلنا لغايه كده. تمام. طيب ليه هنا حطيت الاوفر هيد والبروفيت بتاعي؟ لان ده بند جديد فانا سعرته، وبعد كده قمت مزود ايه عليه الاوفر هيد والبروفيت بتاعي. ما عملتش الاسعار اللي كانت موجوده في الفاريشنز اللي قبل كده كانت كلها في البي كيو، فخلاص بدل سعر البي كيو هو اوريدي عليه الاوفر هيد والبروفيت. اما لو سعر جديد ببدا ازود عليه الاوفر هيد والبروفيت بتاعي لغايه كده الدنيا واضحه. في الاخر بقوم مجمع زي ما احنا عملنا جراند توتال، وبسمع ده فين؟ في السيرتيفيكيت اهي. انا هنا مثلا عندي فاريشن هتقرا منين؟ فهقوم قايل يساوي، اقوم جايب هنا تقرا من السمري من هنا بس. تمام. طيب كده كمستخلص احنا تقريبا يعني خلصنا المستخلص، كل الاجزاء المهمه فيه خلصت. بعد ما خلصت المستخلص في حاجتين لازم ارتب بيهم شغل. لازم خلينا ناخد الحاجه الاولى اللي هي الفي او لوج. الفي او لوج دي خاصه بالفاريشنز، يعني بعد كل فاريشن لازم يبقى عندك لوج خاص بالفاريشن. هي الموضوع فيه بحط طبعا الريفرنس بتاعي، بحط البيلدينج تايب لو الفاريشنز دي خاصه ببيلدينج معين او الفاريشن هيسمع في كل البيلدينج. تمام. الستيتس اوبن ولا كلوزد. تمام. الديسيبلين ستراكشر اركتكتشر. الديسكريبشن بتاعنا هيبقى ايه؟ مين اللي قدم الفاريشن؟ هل زي ما احنا قلنا انجينيرنج الانجينير قصدي ولا الكونتراكتور؟ قيمه السبميتد فاريشن كليمد اماونت انا قدمت بكام واتقبرف عليا بكام. يعني هنا ده اللي انا مقدمه كمقاول،
ده اللي اتابرف عليا كاستشاري. تمام. انا مقدم امتى؟ المفروض الاستشاري يرد عليا بعد قد ايه. هنا بنحط البراي تايم اللي موجود، دي اللي سواء هو مذكور في العقد او متفقين عليه مع الاستشاري، والرد الفعلي للفاريشن كان امتى. وهنا برضو الاوفر ديو لو حصل تجاوز قد ايه عن المده المتفق عليها. وبعد كده بقسم التكنيكال بارت والكوست بارت زي ما احنا قلنا. هو ابروفد مثلا على التكنيكال بارت، وهنا لسه ان بروجرس بالنيجوشيشن على في الكوست بارت. هنا مثلا لا ريجكتد فما بقاش في كوست بارت. هنا نفس الكلام، هنا ابروفد وابروفد. فبحط ستيتس كامله تمام لكل فاريشن عندي. وببدا هنا تحت خالص بقول مثلا هنا بحط الكونتراكت اماونت، بحط الكونتراكت ريفايز كونتراكت ادجستد كونتراكت، القيمه بعد التعديل اللي بضيف عليها الابروفد، سواء الابروفد بالبوزيتيف او الابروفد بالنيجاتيف. تمام. وهنا بيلقط الحاجات اللي سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، وبيديك قيمه صافي الفاريشن، قيمه الفاريشنز بتاعتك قد ايه. تمام. فاللوج ده مهم جدا 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 ان انت بتتابع بيه وتعمل فولو اب بيه على الفاريشنز بتاعتك. تمام. فدي نقطه. النقطه الثانيه خاصه بالانترم بيمنت سيرتيفيكيت لوج. لازم في فرق بين لوج الدي سي للبيمنت، واللي هو بيقول فيه مثلا انا قدمت بكام، تمام، او تقدم الفاريشن بكام. لا، وفي اللوج بتاع الكوميرشال. يعني اللوج بتاع الكوميرشال بيبقى فيه تفاصيل اكتر، عشان التوب مانجمنت اوقات كتير بيبقوا عايزين يعرفوا الورك دان بكام، سواء سبميتد او ابروفد، الديدكشنز عندي بكام، الجروس بكام. فانا لازم بعمل لوج، بشوف مثلا ان هو اي بي سي الانترم بيمنت سيرتيفيكيت واحد، كات اوف ديت عندي مثلا هنا امتى، اخر الشهر، ريفيجن زيرو اتقدم امتى فعلي وطبقا للليتر اللي بيتقدم بيه المستخلص. هنا عندي بحط بقى، تعالوا نملاه سوا. هنا اهو مثلا هنا عايزين ايه؟ عايزين السبميتد جروس كوميوليتيف اهو. هنا ده عشان مستخلص رقم واحد، فالكوميوليتيف هيبقى هو الكرنت، الاثنين يساووا بعض. ماشي. طيب حطيت الجروس، بعد كده عندي الورك فوليوم اهو، الورك فاليو، ورك فاليو اهو. هنا اهو عندي بعد كده عايز النت اهو. خلينا كوميوليتيف اهو، طبعا عشان نفس الكلام كمان. وهنا الديدكشن بتسمع يعني اوتوماتيك. ليه؟ الجروس ناقص النت يديك ايه؟ قيمه الاستقطاعات، كامل قيمه الاستقطاعات اللي تمت على المستخلص. تمام. وهنا نسبه التنفيذ قد ايه. انا بحط هنا قيمه العقد، يعني مثلا هنا قيمه العقد كانت 3 مليون مثلا، يعني 3 مليون 221، وانا نفذت 782، حط قيمه العقد من هنا. فسمعت انا تقريبا اللي هو عاملين منفذين 27% من قيمه التعاقد ده سبميتد. تمام. وبملى نفس الكلام في الابروفد، نفس الكلام. هنا الكونسلتنت خلاص بيراجع مثلا مستخلص 5 ايام بيرد عليا سواء الدنيا تمام وخلاص هيعتمد المستخلص. وارد طبعا المستخلص ينقص او يقلله، او بيبقى اوقات ممكن يقول لك لا، يبقى يتقدم منه ريفيجن ثانيه. تمام. حسب الاتفاق مع الاستشاري والدنيا بتمشي فيه ازاي. المهم عندي ان دايما شغلك يبقى منظم وتبقى جاهز. ما ينفعش انا عايز مثلا مدير المشروع، احنا ككوميرشال بنسبورته ازاي؟ نديه كامل الداتا باسرع وقت. يعني مدير المشروع عايز يعرف مثلا مستخلص رقم 6 عامل كام الجروس بتاعه، مش لسه هفتح المستخلص واشوف ده، وممكن يبقى 6 ده متقدم ليه اكتر من ريفيجن، او لا، يبقى عندي لوج جاهز
ببدا اطلع منه، وببقى لا مديله الستيتس كامله. لا يا هندسه انت عندك مثلا مستخلص رقم 6 ده اتقدم ريف واحد كنا مقدمينه مثلا ب 50 مليون واترفض، وقدمناه قدمنا ريف تانية بسي مثلا ب 40 مليون. 40 مليون دي نت ولا جروس؟ 40 دي جروس، النت بتاعها 30 مليون. كل ما كنت عندك دايما جاهز ومنظم بالداتا هيبقى ردودك اسرع، مش بتاخد وقت كبير في الردود، ودايما جاهز، فالناس بتعتمد عليك اكتر وبتبقى مصدر ثقه. الفروقات في تنظيم الشغل بسيطه، يعني الحاجات اللوجات وعمليه تنظيم ليس الا، ولكن بتفرق كتير معاك، والداتا دي بتعمل لها اناليسيس بعدين وهتخدم علينا في حاجات تانية كتير، يعني هنتكلم عليها ان شاء الله الفتره الجايه. آه، ان شاء الله باذنك يا رب السيشن الجايه باذن الله هنتكلم ندخل بقى في زي نبعت تخفيض الدفعه المقدمه، نتكلم على الديلي بيمنت، نتكلم على السيرتيفايد اناليسيز الريبورتس بقى اللي هي بتبقى بعد ما بخلص المستخلص ببدا اشتغل عليها. تمام باذنك يا رب هنتكلم عليهم من اول الفتره الجايه. و... ولو في برضو اي اسئله تحت امركم، وربنا ييسر الحال يا رب. شاكر جدا ليكم. السلام عليكم.